السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدًا، جدًا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أول مرة تشوفيني بقى معاكِ أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. خشي خدي لفة في قناتنا هتعجبك أوي، فيها حاجات مفيدة، فيها حاجات اقتصادية، فيها بصوا شوية ميكسات كده حلوة. المهم هنا كان معايا كيلو من الطماطم هاضربه في الخلاط، تمام، أو في الكبة، وهاحاول إن أنا أضربه من غير مَيّة كتير، تمام، عشان أنا عايزاه تقيل. ماشي، ومعايا هنا بقى شوية زيت كده في حلة على النار، نزلت بمعلقة توم. بصوا الأكلة بقى اللي هنعملها النهاردة مفيش حد ما بيحبهاش، ومفيش اتنين بيختلفوا عليها، كل الشعب المصري عامة بيحبها. المهم بعد ما نزلت بمعلقة التوم معلقتين صلصة، ماشي، ومش هنعمل كشري يا جماعة عشان تبقوا عارفين. معلقتين صلصة زي ما انتوا شايفين كده. أول ما أحس بقى إن التومة خلاص كده اتظبطت معايا والصلصة برضو تمام، هقوم نازلة بقى بالصلصة اللي أنا ضرباها تقيل زي ما أنا قايلة لكم، تمام. المهم بقى ما تنسينيش بلايك، هو اللي بيرفع الفيديو، هو بيحسسني الفيديو عجبكم، هو اللي بيحسسني ان انا بقدم حاجه تفيدكم حتى لو كانت بسيطه، تمام. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي. شايفين؟ بصوا، شايفين بقى الجمال والحلاوه، تمام. انا حطيت الصلصه الحمراء عشان عايزه التسبيكه بتاعتي تبقى حمراء، ماشي، وهسيبها بقى تتسبك. عاملاها تقيله عشان ما تاخدش وقت معايا في يعني على النار ياما، تمام، تتسبك على طول، تنطر ميتها كده تتسبك على طول. يلا بينا نبهرها. معلقه ملح وشويه فلفل اسمر، ولو عندك ايه عايزاها بقى سبايسي حطي شويه شطه. انا طبعا هريسه الشطه خلصت من عندي ولسه مش لاقيه منها في السوق، مش لاقيه يعني فلفل اعمله هريسه، فاول ما ينزل بقى قولولي، تمام. حطيت بقى بهاراتي كده وهسيبها، ماشي. وبعد كده هتطير اقشر كام بطاطسايه كده وانا واقفه عشان خاطر حاجتي كلها تبقى جاهزه. هنا بقى ما كانوش صابرين، تمام، عايزين اندومي عايزين اندومي، قلت اعمل لهم الاندومي كمان وانا واقفه جنب مني اهو زي ما انتوا شايفين. وكل حاجه ايه، واحده واحده، ماشيين واحده واحده مع بعض اهو. عملت لهم الاندومي وفضيت بقى الميه بتاعتي كانت بتغلي، حطيت فيها شويه زيت وشويه ملح، وفضيت المكرونه بتاعتي هديها تقليبه كده وهسيبها. وهنا البطاطس كمان قشرتها وخرطتها. وبصوا بقى يعني يعتبر كده بقى الفيديو بتاعنا بان، اكلتنا النهارده يا جماعه تقريبا بانت. آه كنت بعمل لهم الاندومي كمان، وهنا هو قطعت بتنجان وجبت كمان طماطم عشان اقليهم كده. المكرونه كانت اتسلقت والتسبيكه بتاعتي بتتسبك معايا على النار اهو. والزيت بقى ايه، بس بصوا ما سخنش، نسيت وما سخنش. كنا بنقول ايه بقى عشان انا كنت برد على التليفون، كنا بنقول ان الزيت ما سخنش، تمام. المهم هديله بقى تقليبه كده اهو، ابتدى يسخن معايا الحمد لله. والصلصه بتاعتي برضو بصوا ابتدت تنطر ايدها مع اهوت، بس برضو كنت هسيبها شويه يعني عشان عايزاها متسبكه يعني ايه 100%، تمام. بعد خلاص ما الصلصه بتاعتي كمان اتسبكت، جبت بقى طاسه تانية على النار كده، حطيت فيها شويه زيت وماشي. ومعايا بقى ايه، معايا قرن فلفل كده ايه يعتبر يعني هنقول مبشور، معليه فص توم، ماشي. وهنزل بيهم كده زي ما انتوا شايفين، تمام. وهسيبهم بقى ايه عليهم عصرة ليمونة. وطبعا التوم اللي انا مفرزاه حط عليه ملح فكده يعني. هنزل بيهم بقى كده اول ما ايه ما التومه لونها هيغير معايا وكده. كنت عملت السلطه كمان، كنت بوريها لكم يعني، بقول لكم عملت السلطه اهو، تمام. اول ما لون التوم يغير معايا هنزل بقى بالكبده بتاعتي، تمام. هتاكلي احلى شويه كبده اسكندراني لو عملتيها بالطريقه دي. وحرفنتك ان الكبده ما تطولش على النار، لان كل ما الكبده بتطول على النار كل ما بتنشف كده ومش بتبقى حلوه، انما لما تحطيها على النار كده على طول وتخلصي هتبقى تمام. وهنا برضو بصوا كانت الكبده اصلا كمان جايه بتتبيلتها، ماشي. فابتديت بقى ان انا افرد كده الكبده ومش بقلب فيها ياما عشان ما تتهرش مني. هسيبها بس يا دوبك لونها هيغير، اديها تقليبه وانزل بالفلفل بتاعي، وهتاكلي احلى كبده اسكندراني. بصوا مفيش بعد كده يعني، تمام. تقليبه كده وستوب، تقليبه وستوب، ماشي. انا طبعا عشان مسرعه الفيديو جاي في يعني باين ان انا ايه بقلب بسرعه، بس لا انا كنت بقلب بالراحه على فكره. اول ما الكبده بتاعتي لونها كله يغير كده والبطاطس بتاعتي كانت بتتحمر كمان اهو، الكبده بتاعتي لونها غير تمام، هقوم نازله بقى بالفلفل بتاعي. كنت مخرطه فلفل اخضر وفلفل احمر، ما كانش عندي للاسف فلفل الوان، بس ايه كان احلى كبده برضه، تمام. والبطاطس اهيت معايا هطلعها بقى من النار، ماشي. وبصوا كل حاجه واحده واحده، ماشي. ما المهم كنت عايزه برضو ايه، طبعا كل يوم الحمد لله ولله الحمد قناتنا في الزياده، فكنت عايزه ارحب بالناس الجدد. نورتوني وشرفتوني، وجودكم على راسي من فوق. يا رب يا رب كده قناتنا تكبر وتكبر لما توصل ل100,000 وللمليون كمان، بيكم ان شاء الله باذن الله. يا رب اكون بقدم حاجه تفيدكم، بحاول اطور من نفسي على طول والله.
ويا رب كده اكون بفيدكم في حاجه. المهم اطلع بقى البطاطس بتاعتي. في اللي هيقول انت كده مطلعاها فاتحه، لا احنا بنحبها اللون اللي هو الايه، الذهبي الفاتح ده، لا بني اللي هي تتحرق ولا دهبي غامق، لا احنا بنحبها اللون ده. كل واحد بقى وراحته. هنزل بقى بالبتنجان بتاعي كمان كده اقليه. البتنجان لما هتقليه ما تجيبيش البتنجان اللي هو الرفيع، ليه؟ بيبقى مش حلو وبيتحرق بسرعه وما بيبقاش فيه قلب كده ان انت تاكليه. البتنجان اللي هو التخين دوت حلو قوي في القلي، جربيه ومش هتندمي. عصرة ليمونه بقى كده حلوه. وبصوا احلى اكله، الف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجه من الاكل الحلو دوت. طبعا يعني مش قادره اوصف لكم الريحه وجمالها. وكده كان النور قاطع كمان، يعني النور كان قطع كده خلاص. وبحاول بصوا اصور لكم برضه، النور قطع وبحاول اصور لكم. يعني انا يا جماعه بعمل مجهود، ما تستخسروش بقى فيا اللايك ده لايك. تكت يعني اقول لك ايه، تكت زرار كده منك تديني انا في حته تانية. والمكرونه بتاعتي كنت عملتها وغرفت السلطات بقى وحشيت البتنجان. بصوا حاجه وهم. المهم الف هنا وشوف اللي كان ليه نصيب ياكل حاجه من الاكل الحلو دوت. اكلتنا خفيفه وسهله كده وبسيطه، مفيش فعلا حد بيختلف عليها، كلنا بنحب الاكله دي. شايفين المكرونه بتاعتي حلوه ازاي، والكبده تحفه تحفه. الف هنا وشوف اللي كان ليه نصيب ياكل اي حاجه من الاكل الحلو دوت. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.